قوة سلامة الداخلي. أهلا وسهلا. اليوم أود أتحدث عن شيء هتادو جميعا، ولكن أنا كثير السلبهتان، وهو سلام الداخلي. كما هو سلام الداخلي؟ إنه ذلك شعور هذه هو آلك فيدا كالنا عندما يبدو كل شيء على ما يوران، وهو عندما يتأكل على الشيء والقلب مطمئنا ولا مكان كلكي أو غدا. السلام الداخلي لا يعني أن الحياة كالم فالمشكلات، بل يعني أننا نستطيع أن حفتال هدو أنا عندما تكون الحياة ثابتة أو غير مستقرة. نحن نعيش في عالم شريون أونالين بالضغوط. كل يوم واجه روسان ومسؤوليات وهين مشكلات تلمال أصدقائي أو إلى من السهل أن نشعر بحادث أو قلق، ولكن عندما نجد سلام الداخلي أنفسنا نتمكن من مواجهة كل ذلك قوة لطف. كيف نجد سلام الداخلي؟ أولا، كل لطف مع نفسك. نحن غالبا أقول كلمات طيبة للآخرين، لكن أنا ننسى أقول حال أنفسنا. عندنا تكتيك لا تكن قاسيا لنفسك، سمحا والتعلم الخطأ وابدأ من جديد. اثنيا، خذ وقت للتنفس والهدوء. حتى ببداية كاي سمت يمكن أن تصنع فرقا كبيرا. أقبدايك خذ نفسنا ميكا واتركوا موتتاب ستشعر كروحتي والسلام. ثالثا، تكل عن الغضب. التوسك بالغضب يشبه حل حقيبة ثقيلة أينما سحبت. إن أهتو ركوك فقط عندما تسامح الآخرين، فإنك حرير نفسك من هذا كوكسيكولا مجا لايسين سالم. وأخيرا، كن ممتنا عندما تبدأ موفي أولا هتنيل أشيلتي في حيانك، عائلتك، أصدقائك، صحتك، أو حتى دب الشمس. شايا سارو قلبك هذا روحتي بسادة. السلام الداخلي ليس شيء أن نجده مرة واحدة وهنك هبو بالهي أبد، وهو ممارسة اليومية في أفكارنا والكلماتنا وطريقة تعاملنا مع الآخرين. فلنعد أنفسنا اليوم أنك هذه إن عندما تشتد الأمور أن تقول طيبين عندما تأكل الآخرون غير ذلك، وأن أنت حتى نسلم ليس في العالمين حولنا بل في قلوبنا نحن. عندما نجد سلام داخل أنفسنا يمكننا أن نمشره من حول أنا. شكرا لكم.